كلنا سمعنا الخبر الوفاة الفنان سليمان عيد. يمكن من الأخبار اللي كلنا أزعجتنا كلنا، لأن هو فنان فعلا يعني كوميدي وخفيف كده، ويعني مش معندوش مشاكل مع حد. عمرنا ما سمعنا ان هو عنده مشاكل مع فنانين او اي حاجة، بالعكس هو شخص تحسه كده يعني في حاله جدا وشخص محترم جدا. عشان كده ناس كتير جدا جدا زعلت عليه. والأغرب كمان ان هو يعني ما كانش تعبان او عيان او حاجة، لا موته كان مفاجئ. وكمان اللي يمكن كان مؤثر اكتر لينا لما كنا سمعنا او عرفنا ان هو قبل وفاته بيوم كان بيعزي حد زميل ليه، فاللي هو ما كانش يعرف ان الجنازة بتاعته هتكون بعديها بيوم. فده سبحان الله يعني فعلا من الحاجات اللي خلتنا اتأثرنا جدا. الأغرب كمان إن لما جه حكى حد من زمايله اسمه أس فنان معروف، فكان طالع في برنامج عمرو أديب فبيتكلم بيسأله عنه وكده. فقال إن هو كان أول حاجة كان منهار جدا، وكان بيقول إن أنا اللي كنت يعني كنت لسه مقابله قبلها بيوم، وكنا متفقين إن إحنا هنصلي الجمعة مع بعض. فقال إن أنا ما كنتش عارف إن هو مش مديني بس أنا الميعاد ده، مدي الميعاد لمصر كلها. اللي هو يعني كان فعلا متأثر جدا، لان هو خلاص كان قاعد معاه وبيحكي معاه وبيتغدى معاه، فجأة ومديله ميعاد ان هو يصلوا مع بعض الجمعة. فانا ما كنتش عارف ان الميعاد ده مش هيبقى ليا بس، ده هيبقى مصر كلها. وقال كمان ان من الحاجات الحلوه ليه يعني ان هو قال هو قاعد معايا راح يعني بعت فويس لحد معين وقال له انا عايز، يعني حجز معايا رحله حج، ان هو كان عايز يطلع حج هو وزوجته. وفعلا حجز الحج وكل حاجه، وبس ربنا طبعا ما يعني ما اردش ان هو يطلع الحج، بس كان هي اكيد ان شاء الله تحسب له، لان هو طالما نوى يعني فان شاء الله تحسب له حج.